كل واحد فينا عنده ابتلاء مختلف عن التاني. الدنيا دي ما بتصفاش لحد، وده الطبيعي لكل مؤمن. سيدنا أيوب عليه السلام فضل 18 سنة مبتلئ. ربنا ابتلاه في أولاده وجسده وماله، وبقى جليس للفراش لدرجة إن جاله قرحة في جسمه، وزوجته بسبب احتياجهم بقت بتخدم في البيوت. اللي حصل بعد كده؟ فضل صابر ولسان حاله مش بيقول غير اللهم اجعل لي قلبا ذاكرا ولسانا شاكر. حتى أصحابه اللي كانوا حواليه ما فضلش منهم غير 2 بس كانوا اقرب اصحاب ليه. في يوم وهم ماشيين من عنده فيسمع واحد فيهم بيقول والله لقد اذنب ايوب ذنبا ما اذنبه احدا من العالمين. يرد عليه التاني ويقول له ايه هو الذنب ده؟ فيرد ويقول له لم يرحمه الله منذ 18 سنة. فيسمع كلامهم سيدنا ايوب فيدعو الله دعاء بسيط جدا جدا ويقول ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فربنا برحمته يسمع دعائه فيكشف عنه ابتلاءه، ويفجر تحت رجله ماء فيشرب منه فيشفى، ويرجع له أمواله ويرجعه شباب تاني ويرجع زوجته ويرزقهم بأولاد تاني ويرجع كما كان بعد 18 سنة ابتلاء. افتكر قول النبي عليه أفضل الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني يبتليه. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.